أهلًا بيكم، أهلًا بيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ أهلًا بيكم في قناة التاروت وأسراره، يالّا بينا النهارده معانا قرايتين مجموعتين بالأحجار، الحجر الأول والحجر التاني، عايزين نعرف النهارده فيديو النهارده حبيبك هيفك البلوك قريب والّا لأ؟ يعني في فك بلوك للناس اللي في بينهم بلوكات، الناس اللي زعلانين من بعض، يالّا بينا نعرف حبيبك هيفك البلوك قريب والّا لأ؟ معانا مجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة التانية، المجموعة الأولى حجر جميل أوي، المجموعة التانية اختار حط طاقتك على الحجر اللي يعجبك ويلفت نظرك، معاكوا ثواني للاختيار الحجر، يلا بينا. عايزين نعرف في الفيديو النهارده حبيبك هيفك البلوك ولا لأ. وبشكر طبعا حبايب قلبي الناس الجميله اللي بتتابعني وبتكلمني وتتواصل معايا، شكرا قوي للناس اللي من السعوديه والكويت وعمان، اهل عمان بحبكم قوي، الناس اللي سامعين اللي بتتواصلوا معايا على طول والقراءات الجميله بتاعتهم، بطاقتكم جميله قوي كده وحلوه وكلها بهجه، ربنا يصلح حالكم يا رب. يلا بينا كده نتابع ونشوف في فك بلوك ولا لأ. نختار المجموعة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، في فك بلوك ولا لأ للمجموعة الأولى؟ بسم الله. هو ندمان وزعلان بيراقبك كتير، شغال عليك مراقبة. بص، هو في فك بلوك، في فك بلوك طبعا تالت ومتلت، وهو زعلان وبيقول لنا ان هو اللي بوظ الدنيا ومفتقدك جدا كمان في الوقت الحالي، ومش عارف يعيش من غيرك، لان انت بالنسبه له توأم روح، وانت بالنسبه له النص الجميل اللي بيكمله. طب كان ايه لازمة البلوك؟ يعني كان ايه لازمة البلوك من الاول؟ بيقول لك انا حياتي واقفة، انا حياتي من غيرك ملهاش اي لازمة، انا حياتي تعبانة، انا دنيتي مش مكتملة، انا لا نهاري مكتمل ولا ليلي مكتمل، انا حياتي واقفة، انت النص الحلو التاني اللي قصادي انت مش موجود فيها. برج الحوت طبعا طلع لنا، بيقول لك انا براقبك وببص عليك من من حسابات تانية، بس انت تحت عينيا، انا مش سايبك كده، يعني انا في متابعه. بيقول لك نفسي ارجع اتواصل معاك تاني وافك البلوك ويبقى في، والحاجات اللي بينا دي كلها فعلا تنشال يعني، وفعلا في فك بلوك قريب. بيقول لك انا قاعد ومسيطر وماسك على نفسي، بس انا بحبك، حبك موجود، انا مش عارف انساك، انت بالنسبه لي حاجه يعني اساسيه اصيله. بيقول لك نفسه برضك يبدا معاك في دنيا جديده ومرحله جديده وحياه جديده، نفسه يبدا معاك في نهار تاني، وشايفك انت نجمه بالنسبه له، ما ينفعش يعوضك وما ينفعش يخسرك. هو برضك بيقول لك الكلام ده كله، بيقول لك نفسه يرجع ليك النهارده قبل بكره، نفسه يبقى فيه لم شمل. الله اكبر، كروتكم جميله جدا، الله اكبر، انتوا كروتكم ما فيها. يبقى بلوك، فين البلوك؟ يعني لما هو الحب ده كله يبقى فين البلوك؟ بيقول لك انا فعلا هفك البلوك وهرجع هديك حقك. برج الميزان كمان رجع لنا جنه، بيقول لك هديك حقك وهرضيك وهبسطك وهفرحك. بيقول لك انا من كتر ما بفكر فيك دماغي وجعتني ودماغي تعبتني من كتر التفكير، بيفكر فيك ليل ونهار. بيقول لك انت كاسات الحب بتاعتك كلها مليانه عندي، انا ما اقدرش اخسرك وما ينفعش انساك. فمعنى كده ان حتى ده البلوك ما فيش بلوك من الاساس، يعني انا كان نفسي الاقي بلوك، لكن على الحب ده ما فيش بلوك. يعني هو ممكن يكون معشمك وقايل لك ان هو في بلوك، او انت ما بتحاولش انك تبعت له وتعرف هو شايل بلوك ولا لا، لو هو فعلا كان عمل بلوك. لكن هو فعلا قدامي انا مش شايفه اي بلوك، ولو في بلوك هيتشال، ده لو في، بس انا شايفه ان مفيش اي بلوك. اصحاب المجموعه الاولى انا مش شايفه، يعني مش شايفه بلوكات قد كده، انا شايفه حتى لو في ما هيتشال، ده لو ما كانش يتشال يعني. برج الميزان، برج الدلو، برج العذراء، برج الحوت، آه، برج القوس، طاقتكم جميله جدا وطاقتكم حلوه قوي. يلا بينا نبقى اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا المجموعه الثانيه، يلا بينا. في فك بلوك قريب، في فك بلوك ولا لأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المجموعة التانية، في فك بلوك كده قريب. هو بيعترف لنا ان انت ست جميلة قوي، بيعترف لنا ان انت ست ملكة، يعني اميرة كده في نفسك،
حلوة. وبيعترف لنا كمان إن هو بوّظ الدنيا، وهو اللي كان عامل الخرابان ده كله بسبب تهوّره، وبسبب إن هو ما كانش بيركّز وما كانش بيحسم أموره معاك بالعقل. هو بيقول لنا إن أنا كنت شخصية متهورة على طول، وشخصية تعبي لك أعصابك على طول. بيقول لنا كل ده، وأنا اللي بوّظت الدنيا وأنا اللي خربت الدنيا. مُعترف لنا على فكرة، هو شخص صريح. بيقول لك أنا باحاول أتوازن في المرحلة دي، باحاول إن أنا أمسك نفسي، لإن أنا عارف إن أنا مدمّر الدنيا ونفسي أرجع ليك وعايزة أرجع لك، بس في وقت معيّن هارجع فيه. يعني أنا مش راجع النهارده بُكرة، بس في وقت معيّن أنا باحسبه بيني وبين نفسي وهارجع فيه. بيقول لك كمان إن أنت أسلوبك وطريقتك، برج الأسد تبعنا، بأسلوبك وطريقتك وصوتك وجمالك، كل حاجة فيك وحشاني. نفسي أرجع أتكلم معاك، نفسي أرجع زي ما كنا بنتقابلوا زمان في كافيهات، في أماكن معيّنة. كل دوّة أنت وحشه جدًا، على فكرة أنت وحشه جدًا. شغوف عليك أوي، شغوف عليك جدًا، جدًا. يعني هيتجن عليك، ده شخص هيموت عليك. يبقى بلوك برضه إيه، يعني أنا مش شايفة بلوكات يا جماعة، لا المجموعة الأولى ولا المجموعة التانية شايفة لها بلوكات قد كده. بيقول لك أنا قاعد وماسك على مشاعري فعلًا، بس عارف إن أنت الحب كله أنا قاعد وعارف إن أنا أنت في قلبي، يعني حتى لو أنا بعيد عنك بس أنت في قلبي. بيقول لك أنا نفسي في أي مناسبة جميلة تجمع بيننا، وفعلًا بالفعل في مناسبة جميلة هتجمع بينكم أنتم الاتنين. بيقول لِك أنا عارف إن أنتِ مَلِكة، مَلِكة قاعدة مُعزّزة متوّجة كده في مكانِك، وأنا اللي هاجي لحد عندِك. البلوك هيتفك، هيتفك، لإن عارف إن أنتِ شخصية طيبة وشخصية جميلة، شخصية كاتمة على مشاعرِك، في الوقت الحالي مش عايزة تبوحي بمشاعرِك، ولا عايزة تقولي لي إن أنتِ بتحبيني، ولا عايزة تيجي لي، بس أنا اللي هاجي لِك علشان أنتِ مَلِكة. ليه؟ لإن ذكرياتِك مموتاني. أنا بافتكرِك كل شوية، أنا مش عارف أنساكِ، أنا مش قادر فعلًا أنساكِ. فأنتِ فعلًا ذكرياتِك معاه رهيبة، يعني أنا بيحن لِك كتير على فكرة، بيحن ليكِ كتير وعايز يتواصل معاكِ على طول. برج القوس وبرج الميزان وبرج الدلو وبرج العذراء. اللي حابب قرايات خاصة نعرف بيها طاقة الشريك أكتر من كده يتواصل معايا من داخل مصر على 015 5 4660065، ومن خارج مصر على 0020155546600065 لحجز القرايات الخاصة. وأشوفكم على خير، ويا ريت تقولوا لي أسماءكم وأسماء شركائكم وأبراجكم وأبراجكم، وتبعتوها لي علشان خاطر أعرف الطاقة توصل لي أكتر من كده وأعرف أرد عليكم. يلا أشوفكم على خير في قراءات أخرى.